كل سنة وانتم طيبين أحبابي. النهاردة بقى هو أول يوم في عيد الفطر، وكل سنة وانتم طيبين يا رب كده ودايما بخير. النهاردة بقى هتكونوا معايا في الجولة وفسحة النهاردة. يعني هتقضوا معايا إن شاء الله كده يوم جميل. عايزة أقول لكم بقى إن أنا اتفسحت النهاردة في مكان جميل جدًا. كان المكان ده هو المكان المفضل دايمًا لمّا باحب يعني أقضّي يوم برّه البيت. هو المكان ده جامع ما بين كذا حاجة، يعني لو عايزة ملاهي للأولاد في المكان ده موجود. لو عايزة أروح كافيه حلو على البحر برضه بيبقى في المكان ده، لو عايزة مطعم آكل فيه برضه في المكان ده. لو عايزة أمشي مثلًا أو إني أنا أمارس رياضة المشي مثلًا مع عيلتي برضه في المكان ده. تعالوا نشوف إيه المكان ده هنكون فين النهارده مع بعض. طبعًا إحنا بنبدأ مشوارنا دلوقتي. أنا دلوقتي كده إحنا خرجنا من البيت بعد طبعًا ما رُحنا صلّينا صلاة العيد، وبعد كده خدنا العربية بقى واتوجّهنا من شيراتون المنتزه من الفندق دلوقتي أنا ماشية على الكورنيش وهاورّيكم إحنا هنروح فين. عايزة بقى يعني أورّيكم شايفين زي ما أنتم شايفين كده الكورنيش طبعًا هادي ومش زحمة أبدًا. وده حال أول يوم العيد دايمًا إذا كان في عيد الفطر أو عيد الأضحى. دلوقتي إحنا وصلنا للمنطقة الجميلة منطقة بحري. الجامع اللي قدامنا ده شايفين الشارع اللي إحنا داخلين فيه، في جامع قدامنا كده. المسجد ده حبايبي ده مسجد أبو العباس المرسي. دايمًا يعني بنقعد يعني بنركن في المنطقة دي. تمام. نركن العربية. طبعًا الجو كان مُشمِس، الدنيا كانت حَر جدًا، كان بعد صلاة الضهر، وعلشان كده إحنا قعدنا شوية كده ييجي نُص ساعة كده في العربية والولاد كانوا نايمين، فما كانش ينفع إن إحنا ننزّلهم من العربية في الجو ده. كان الجو مُشمِس يعني سُخن وكده على الأولاد. هنا زي ما أنتم شايفين الترام الجميل ده الأصفر الجميل ده برضه كان معدّي فحبيت أصوّره لكم. الحصينة الجميلة دي ده بقى مظهر من مظاهر التنزُّه. مستنية بقى الناس تيجي تتصوّر معاها وزي ما عملت مع أولادي هتشوفوهم وهُم بيتصوّروا على الحصينة وبياخدوا لَفّة. طبعًا الجهة المقابلة من الجامع على الكورنيش برّه هو اللي أنتم شايفينه دلوقتي. ده البحر بقى وجماله. وكنت باورّيكم بقى على الشارع ده. وتتمشّوا كده قدّام شوية هتلاقوا قلعة قايتباي في آخر يعني آخر الممر كده هنلاقي قلعة قايتباي. طبعًا الألعاب الحلوة اللي كانوا الولاد بيربعوها في الشوارع. شايفين كمان دلوقتي المراكب، كَم المراكب بقى واللانش واليخت. طبعًا للتنزه كانت زحمة جدًا بقى وناس كتير بقى يعني عاملين بقى مشتركين في موضوع بقى الرحلات البحرية دي. هنا وأنا داخلة سوق القلعة لاحظت وجود الحمام. شايفين هو بيتجمّع كده حاطين له أكل في المنطقة دي، فبيتجمّع فيها بيبقى شكله رهيب كده بعد ما بيتجمّع. وبعد كده شايفينه وهو بيطير، شايفين الجمال بقى كده، كان منظر حلو أوي. فحاولت إن أنا أصوّره لكم. أكيد ما و مش يعني التصوير ما وصّلش الجمال اللي أنا شُفته، بس أنا حاولت إن أنا أصوّر الجمال ده، إن شاء الله تكونوا يعني مستمتعين كده بيه. هنا دخلت خلاص أنا يعني القلعة. ده سوق لحد دلوقتي إحنا في سوق القلعة. وهنشوف دلوقتي قلعة قايتباي من الخارج. هنا بقى لبس بقى بيعرضوا عليكِ بقى تتصوّري بلبس الملاية اللَف بقى ولبس الإسكندرانية بتوع زمان بقى والبيشة والحاجات دي والأطفال برضه عاملين لها برضه بيلبّسوها حاجات زي كده صغنّنة على قدّهم وتتصوّري بيها بقى وكده.
الصورة تقريبا ب20 جنيه يعني. كانت السنة اللي فاتت ب20، مش عارفة بقى السنة دي بكام، ما سألتش بصراحة. هنا بقى زي ما انتم شايفين القواقع بقى والحاجات البحرية، والصدف الشعب المرجانية، كل ده عاملينه. ممكن كمان لما يكون عندك سمك، اللي هو حوض سمك، فممكن تاخدي تشتري الحاجات دي، وتحطيها في حوض السمك كده كشيء من الديكور يعني. الاكسسوري عايزه اقول لكم كان، يمكن عشان لسه موسم الصيف عندنا في اسكندريه، وزحمه المصطفين لسه ما بدأتش، فالدنيا رخيصه لسه شويه. الاسعار حلوه قوي. العقده اللي انتوا شايفينها دي بتبدأ من 10 جنيه، لحد يعني اغلبهم كلهم انا سألت عليهم كانوا من 10 ل20 جنيه، والاساور ب5 جنيه. في الصيف بتبقى الحاجات اغلى من كده، احنا لسه الصيف عندنا وزحمه الصيف ما بدأتش، فاللي يشتري يشتري دلوقتي بصراحة، جميل، أسعار حلوة قوي. شايفين كمان بقى المجات بقى اللي عليها بقى رسومات فراعنة بقى، والحاجات الجميلة دي للسياح. شايفين التماثيل بقى دي، السياح طبعا عندنا في اسكندرية بيبقوا كتير، فطبعا ايه بتلاقوا الحاجات دي طبعا ليها سوقها يعني. هنا بقى كمان الشنط الهاند ميد الجميلة الشيك دي، شايفين الأجانب واقفين بقى بيشتروا بقى الحاجات اللذيذة دي. هنا القلعة بقى، شايفين بعد ما مشيت الشارع كده او الطريق ده كده اخر الممر كانت القلعة اهي من الخارج. بعد كده بعد ما تجولت جوه بقى في القلعة، طلعت على المنطقة الجميلة، اللي هي منطقة المرسي أبو العباس، كله حوالين بعضه يعني. في المنطقة دي منطقة بحري بتجمع ما بين القلعة والمرسي أبو العباس، أجمل الأماكن اللي في اسكندرية. هنا بقى ده شارع بقى للملاهي في المرسي أبو العباس، و يعني في الملاهي النادرة اللي هي ما بتلاقيهاش على طول في الأماكن، يعني شايفين المراكب مثلا ال- الجميلة دي بتاعة الموالد بتاعة زمان. وعايزة اقول لكم اسعارها جميلة، بتبدأ من 2 جنيه ونص للطفل، يعني البنتين عندي بركبهم ب5 جنيه. تمام. وفي ألعاب الطفل للطفل الواحد ب5 جنيه، وفي ألعاب للطفل الواحد ب10 جنيه. ده أكتر حاجة موجودة، لكن أغلبية 2 جنيه ونص و5 جنيه. فالطفل بيدخل يستمتع، يقعد فترة حلوة كده على المرجحة. كانت رميساء اختارت المرجحة دي اهي قاعدة اهي. اختارت المرجحة دي ان هي تلف بيها، هي يدوية بس جميلة وممتعة جدا. احسن من ان انا لما بوديهم النادي بيبقى الحاجة غالية، وفي نفس الوقت ما بيقعدش الطفل دقيقة على بعض، على طول ينزلوا وايه عشان يعني يركبوا اطفال كتير وياخدوا فلوس كتير. لكن هنا الحاجة رخيصة وحلوة، والطفل بيطلع هو اللي بيقولك كفاية يا ماما، انا خلاص تعبت يعني. هو اللي بيختار الطفل ان هو يعني خلاص شبع من اللعب. وهنا بقى يارا كانت اختارت المركب دي الجميلة دي، وحبت تتمرجح يعني عليها. كمان الحصانة بقى، الحصان البنتين كان عليهم 10 جنيه، يعني الطفل عليه 5 جنيه، يلف بقى لفة بقى حوالين كده المرسي زي ما انتم شايفين، في المنطقة دي، وخدوا لفة حلوة وتصوروا صور ثابتة وصور فيديوهات، وكان بالنسبة لهم حاجة أول مرة هم يركبوا حصان. فكانوا مبسوطين. هنا بقى كان مطعم الجميل ده، مطعم نور للأكل المصري. شايفين على يمينه الكورنيش والبحر، وهوريكم الجهة التانية على الشمال كده هتلاقوا مسجد المرسي أبو العباس أهو. تمام. وهنا المطعم ده كان زحمة، وكان يعني بي بي يعني عبارة عن سندوتشات، بيتزا مثلا، سندوتشات أو كريبات أو بيتزا، وسندوتشات سجق وكبدة وبرجر، وحاجته فعلا حلوة جدا، وكشري، وكمان كشري كمان. فطبعا احنا بقى ايه، انا اخترت الكشري، في مننا خد كشري مع ساندوتشات، وفي اللي خد البنات بيحبوا البرجر فاخدوا البرجر. وقعدنا بقى على البحر بقى الناحية التانية علشان كان زحمة. وطبعا وجبت ساندوتش كبدة، عنده ساندوتش كبدة جميل جدا بالليمون. الليمون طبعا عندنا في اسكندرية كبدة يعني ليمون على طول، لازم تاخدي ليمون معاه.
تمام. وفي آخر جولتنا بقى القهوة طبعًا يا جماعة كانت ملائمة أوي بعد الأكلات دي، و يعني إن شاء الله فيديو يكون عجبكم أحبابي، وتابعوني فيديوهات جاية، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.